يا جوجو، هما فين العيال دي ما بيردوش عليا؟ اما اقوم اشوفهم يمكن يكونوا عاملين مصيبة. لا 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 بقى انتوا قاعدين هنا من ساعتها وانا قاعدة انادي عليكم بقالي ساعة وانتوا مش معبريني؟ ايه يا ماما في ايه؟ زعلانة ليه بس؟ زعلانة ليه؟ بقولك بقالي ساعة بنادي عليكم وانتي تقولي زعلانة ليه؟ ايه ده؟ ما سمعناكيش والله يا ماما، انا كنت بلعب جيم. هو انتي كنت عايزة حاجة؟ اه يا اختي اكيد عايزة حاجة، امال هنادي عليكم كده لله في لله؟ عايزاكم تيجوا تروقوا معايا البيت وننضفوا كده ونعطره ونخليه حلو مش مبهدل، لان تيتا جاية بكرة عايزة بقى اروق البيت كده ترويقة حلوة، لان طبعا انتوا عارفين ان تيتا ما بتحبش تقعد في مكان مبهدل، وانتوا بقى ما شاء الله عليكم مبهدلين كل حاجة. بجد والله؟ طب طالما بقى تيتا جاية انا هقوم اساعدك طبعا. طبعا يا ماما اكيد هنساعدك كله الا تيتا، وانا كمان هعمل لها العصير بايديا. بس احنا بقى هنعمل ايه بالظبط؟ هنساعدك في ايه؟ شاطرين، ايوه كده، انا برضو كنت عارفه انكم شاطرين وهتساعدوني. بصوا بقى احنا هنعمل حاجات بسيطه كده خفيفه كده على الوش. اول حاجه احنا عايزين نشيل كل السجاجيد اللي في البيت دي عشان تتغسل وتلحق تنشف، وعلى بال بقى ما تكون بتنشف عايزين بقى نمسح الاراضي كلها طبعا يعني، وعايزه واحده كمان تطلع تمسح المراوح اللي في البيت لان هي عليها تراب كده ومبهدله، وطبعا تيتا ما بتحبش حاجه عليها تراب وبتحب الحاجه نظيفه. مروحه؟ مروحه ليه؟ هو احنا في العيد؟ ده احنا لسه عاملينها قريب يا ماما. قريب؟ قريب ايه يا جوجو؟ بقولك تيتا جايه عندنا، انت عايزه تيتا تقول علينا ايه؟ وكنت عايزه برضو واحده تروق النجف كده وتنضفه وتلمعه. نجف؟ نجف ليه يا ماما؟ هي تيتا هتيجي تقعد على النجف؟ لا كله الا النجف. انتوا عايزين تيتا تقول علينا ايه؟ تخلصوا بقى وبعدين تدخلوا لي على الاوضه بتاعتكم، عايزاها بقى كده تتروق، والهدوم اللي مرميه في اي جنب كده عايزاها طبعا تتشال وتتطبق، تتطبق وتتحط في الدولاب، ويا ريت يعني اللي دولابها مش متطبق اكيد يعني من غير ما اقول طبعا هتروقوها، وتدخلوا بقى على السراير بتاعتكم، عايزاكم تشيلوا الملايات وبعدين تحطوا ملايه جديده تفرشوها، وبعدها بقى تدخلوا على الحمام، عايزاكم بقى الحمام كده ايه تمسحوه كده وتنضفوه وتلمعوه وتعقموه من فوق لتحت، وبعد ما تخلصوا تدخلوا بقى ايه على المطبخ، عايزه المطبخ كده السجاده برضو بتاعتها تتمس تتشال والارض تتمس، اكيد البوتاجاز بقى عايزاكم تلمعوه كده وتنضفوه كويس جدا، والشفاط اهم حاجه كنت هنسى الشفاط، الشفاط ده بقى ايه عايزاكم برضو تمسحوه وتلمعوه، وايه تاني عايزاكم برضو الرخام ده اهم حاجه الرخامه بقى عايزاكم تلمعوها كده تشوفوا وشكم فيها، والمطبقيه تنزلوا كل الاطباق اللي فيها وبقى ايه ترصوها رصه حلوه مش كروته. مطبقيه؟ ليه بس كل ده يا ماما؟ طب ما المطبقيه زي الفل اهي. ماما انت متاكده ان تيتا هي اللي جايه بكره؟ معقول كل ده عشان خاطر تيتا؟ ده تيتا ما بتكملش نص ساعه، دي بتيجي على طول ما بتكملش نص ساعه وبتمشي على طول، مش هتلحق اصلا تاخد بالها من الحاجات دي. انا عارفه طبعا ان تيتا بتحب تقعد في مكان نظيف وكده، طبعا هننضف عشان خاطرها، بس يعني مش كل الحاجات دي وندقق قوي كده، لان تيتا اصلا ما بتكملش نص ساعه وبتمشي على طول فمش هتاخد بالها. انا عارفه انكم مش هتساعدوني في حاجه، براحتكم، انا كأني اصلا ما خلفتش بنات، ده انا كنت خلفت لي فرختين احسن. خلاص يا ماما هنساعدك والله هنساعدك. خلاص يا ماما ماشي، هنعمل كل اللي انتي قلتي عليه وامرنا لله. خلاص يا ماما خلصت كل اللي انتي قلتي عليه، الحته بقت زي الفل. خلاص يا ماما انا خلصت كل حاجه وكله بقى بيلمع. هو انا يعني كنت عايزه تفضوا مش وترصوه تاني، بس يلا مش مهم المره دي. مش اهلا يا ماما منورانا والله. منور بيكم يا حبيبتي. ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا جنى؟ ازيك يا جوج؟ وحشتينا والله يا تيتا، انتي ما تعرفيش احنا بنكون فرحانين بزيارتك دي قد ايه. الحمد لله يا تيتا وحشانا والله. حبايبي والله حبايبي. قولوا لي بقى عاملين ايه في الاجازه؟ بتعملوا ايه بقى؟ بتساعدوا امكم ولا بتسيبوها تعمل لوحدها؟ اسكتي يا ماما، دول بيعملوا الحاجه بالعافيه، بيعملوا الحاجه بطلوع الروح كده. والله يا ماما بيصحوا الظهر وكمان ما بيكونوش عايزين يصحوا، وطبعا بقى على بال ما بيصحوا بكون خلصت شغل البيت، انا اكيد يعني مش هستناه. ليه كده؟ مش تساعدوا امكم شويه؟ امال في اجازه ازاي بقى؟ والله يا تيتا لسه مساعدينها دلوقتي بقى كده يا ماما؟ ابدا والله يا تيتا، هو يعني صحيح احنا بنصحى متاخر بس والله بنساعدها، حتى اسالي ماما. ايه يا ماما؟ امال النجفه والمروحه دول كانوا ايه؟ يا اختي اسكتي، انتوا جايين يعني على المره اللي ساعدتوني فيها دي مره واحده مش هتتكرر. والله يا ماما بيعملوا الحاجه بطلوع الروح كده، ريقي بينشف وبيعملوها بالعافيه. ولا الخناق بقى يا لهوي، ما
يبطلوش خناق طول اليوم خناق مع بعض، وانا افضل اقول بس يا حبيبتي بس يا ماما اسكتي يا حبيبتي برضه مفيش فايدة. لا هو ينفع العمايل دي؟ هو في اخوات بيعملوا كده مع بعض؟ ده الاخوات بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض، كده ما ينفعش، مفيش فايدة. امال فين العصير يا اختي انت وهي؟ هو انا لازم يعني اقول كل حاجة عشان تعملوها؟ ما ينفعش تعملوا كده حاجة من نفسكم؟ العصير حاضر حالا وهيكون عندكم اهي. كسرت الكوبايات، لما كنتش انا اعمل حاجة بنفسي ما كانوش يعرفوا يعملوها، ما بيكملوش حاجة على بعضها ابدا. ثانية واحدة بس يا ماما، ثانية واحدة.